السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتنا. اليوم سنشارك معكم قصة صادمة ومرعبة عن شاب الجزائري اختفى لمدة 28 عاما وعثر عليه مؤخرا في ظروف غامضة وصعبة. تابعونا لمعرفة التفاصيل الكاملة. في عام 1996 كان الشاب بن عمران عمره يبلغ من العمر 16 عاما عندما فقد أثره في بلديته القديمة الواقعة غرب ولاية الجلفة في الجزائر. منذ ذلك الحين لم تتوقف عائلته أجهزة الأمن عن البحث عنه، ولكن دون جدوى للأسف. مرت السنوات ووالدته توفيت من الحزن، ولكن بعض من قالوا أنها توفيت بمرض السرطان ولا علاقة لها بالأمر على مصير ابنها، مع انتشار الشائعات بأنه قد قتل. واكتشاف الحقيقة في مايو 2024 وبعد مرور 28 عاما على اختطافه، تقدمت شقيقة الشاب المفقود بشكوى لمجلس قضاء المدينة ضد شخص مجهول، مدعيا أنه هذا الشخص قد اختطف شقيقه. بناء على هذه الشكوى قامت عناصر الضباط القضائية بتحقيق والتوجه إلى منزل المذكور في الشكوى، العثور على عمر بن عمران. وفي لحظة من الصدمة والذهول تم العثور على عمر بن عمران في منزل جاره الذي كان موظفا وعلى عتبة سنيات من العمر. هذا الشخص الذي عاش بمفرده وكان قد اختطف بن عمران قبل 28 عاما ووضعه في زريبة للأغنام. ردود الفعل والتحقيقات. هذا الاكتشاف المفاجئ أثار الكثير من ردود الفعل في المجتمع، حيث تساءل الكثيرون كيف يمكن أن يمر هذا الوضع دون أن يلاحظه أحد. طوال هذه السنوات التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة تفاصيل أكثر حول هذه الجريمة البشعة، والعدالة ستأخذ مجراها لمحاسبة الجاني. كانت هذه قصة اختفاء الشاب بن عمران التي هزت الجزائر وأثارت استغراب ودهشة الكثيرين. نشكركم على متابعتكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. نراكم في الفيديو القادم.